كلمة بر الوالدين دي كلمة كبيرة قوي في ديننا. انت عارف لو دورت ورا كلمة بر في المعاجم بتاعت اللغة العربية هتلاقي بحر للمعاني. هي مش مجرد معاملة كويسة كده وخلاص، لا، ده احنا لسه هندخل القرآن يتكلم عنهم بطريقة ما تكلمش عن أي أشخاص تانية موجودة في حياتنا في المعاملات بالطريقة دي أبدا. ديننا ما بيتكلمش إنها مجرد معاملة كويسة كده بس وخلاص وتعدي، لا، ده بحر من الإحسان ومن الطاعة في غير معصية ربنا سبحانه وتعالى، بل والصبر عليهم اللي هي العبادة الأكبر، إنك تصبر عليهم بالذات في السن الكبير. وانا بكلمك من محض تجربة خاصة بيا، بعدين نبقى نحكي عنها ان شاء الله عشان تعرف بقى مكانتهم عاملة ازاي وحجمها قد ايه في الحياة اللي احنا عايشين فيها. تعال اقول لك، ربك سبحانه وتعالى لما اتكلم عن بر الوالدين والطاعة بتاعتهم قارنها بشيء سبحانه، قارنها بالتوحيد دي. متخيل الحجم بتاع مكانة الأب والأم عند ربنا بعد إيه؟ بعد التوحيد دي.